السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيش التاني بقى الأبيض ده بقى يتاكل حاف كده، بيبقى بجد تحفة قوي، مناسب حتى للطعمية والسندوتشات وكده. أنا استخدمت هنا نص كيلو من الدقيق الأبيض، وعليه معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة. كل ده على اللي هو كيس واحد من الخميرة، وشوية صغيرين. كل ده على الدقيق، يعني ما عملتش في المية في الأول. وبعد كده هنعجن باللبن. يعني الفكرة هنا ان انا هعجن بلبن على ميه ميكس، يعني استخدمت 300 مللي من السوائل، خليط من الميه واللبن. يعني تقريبا 150 مللي مثلا لبن، و150 مللي لبن، او تحطوا كله لبن، او يعني نص لبن نص ميه، يعني حسب ما انتم متوفر عندكم. وبرده نعجن اقل حاجه 10 دقايق، يعني اقل حاجه في المخبوزات عموما في العجن 10 دقايق. خلاص، يبقى دول 500 جرام من الدقيق، وعليهم معلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقه صغيره من الملح، و300 مللي من السوائل. بعد ما عجناهم بقى، اخر حاجه هنضيف معلقتين كبار من اي ماده دهنيه عندكم، سواء زيت او زبده سايحه. يعني ممكن تسيحوا معلقتين كبار من الزبده او معلقتين كبار من الزيت. انا استخدمت هنا زيت. ده بتبداوا تلموا بيه العجينه تاني، يعني هتعجنوا تاني كده بس لغايه ما العجينه عندكم تشرب الزيت، وبعد كده خلاص هنغطيها ونسيبها تستريح شويه. بصوا ده بقى شكلها بعد ما عجناها، بعد ما ضفنا الزيت. هنسيبها بقى تخمر تاني لمده ساعه. بعد بقى ساعة، الجو كان حر يعني اتخمرت جامد. بس هنكورها بقى في كذا طريقة للتكوير العيش. اول حاجة طبعا لازم نحط دي على الرخامة. في فكرة شفتها عجبتني، اللي هو بتاخدوا كوباية كده وبتلفوها، يعني بتكوروا العيش جواه، فهو كده جاهزة اوريدي، كورة جاهزة، مش هتحتاجوا انتوا تكوروها تاني. بس انا نسيت اعمل الكوباية احطها في دقيق الاول عشان ما تلزقش فيها، فاحنا نحط الكوباية الاول في دقيق، وبعدين هنكورها كده. بصوا سهلة خالص، وطلعت جاهزة على طول ككورة لو انتوا عايزين كله يطلع نفس الشكل. او الطريقه بقى التانية التقليديه العاديه، اللي احنا بنقطع كور حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. وبتكوروها تاني، نفس الفكره كده. وهنحط برضو، هنرش الرخامه دقيق، وهنغطيها ونسيبها تستريح بس 10 دقايق. وبعدين نبدا باول واحده عملناها، يعني ما تاخدش وقت، لان احنا على ما نكون خلصنا تقريبا هيكون عدى 10 دقايق، مع كمان 10 دقايق يبقى كده ممتاز جدا. العيش ده بقى بالنسبه لي كان اسهل جدا تسويته على الطاسه، يعني على الطاسه تسويته سهله جدا، ما اخدش اي وقت خالص. هنفرد العيش برضو باول واحده عملناها. اهم حاجه السمك بتاعها ما يكونش رقيق قوي، ولا يكون تخين قوي، عشان لو تخين مش هينفش، ولو رقيق هينشف وبرده مش هينفش. فلازم يكون السمك بتاعه وسط، يعني انتوا بالتجربه كده هتعرفوا بعد كده السمك المناسب للعيش ايه. اهم حاجه ما ترققوهوش قوي، ما يبقاش زي التورتيلا كده، ولا يبقى تخين برضو عشان ينفش. الطاسه بقى هتكون طاسه تقيله، هنسخنها على نار لحد ما يعني تقريبا سوا شويه كده، كام دقيقه، لغايه ما كل الحراره تبقى سخنه، الحراره متوزعه على الطاسه كويس. وبعد كده هنهدي النار اقل من المتوسط، يعني مش هنهديها على الاخر. واحسن حاجه يعني تعدوا مثلا 30 ثانيه كده، هتلاقوه بدا يتشمع من فوق، تروحوا قلبينه على الناحيه التانية. كل شويه انتوا بتقلبوا كده من ناحيتين، شويه هنا وشويه هنا، هيتنفخ معاكم بسهوله، يعني 30 ثانيه تقريبا وقلبوه. بس قبل ما يتنفخ من فوق علشان ما يفرقعش، لانه قلبتوه هو اتنفخ ولسه ما اتنفخش كله، هيفرقع. بصوا بجد يعني ما شاء الله، ولا رغيف ما اتنفخش. وبين كل شويه، يعني مثلا بعد كده رغيفين، نمسح الطاسه من الدقيق اللي واقع فيها. نفس الفكره 30 ثانيه ونقلب الناحيه التانية. المهم لما بتبقوا بدا يتشمع كده تروحوا قلبينه، ده انكم كل شويه تقلبوا لفوق وتحت كده، علشان يتنفخ كله من كل ناحيه كويس. وحركوا فيه برضو علشان ما يبقاش النار كلها في النص، يعني حركوا الرغيف كده رايح جاي كده كل شويه، عشان لو الحراره اعلى في حته تتوزع بالتساوي ما بينهم. العيش ده بالنسبه لي كان اسهل جدا تسويته على الطاسه، مخدش اي وقت خالص. اعملوا بقى الحجم اللي انتوا حابينها، كبير صغير وسط. اصلا يعني تحفه جدا، وطعمه اصلا لوحده كده حاف. وممكن تعجنوه على فكره كله بلبن من غير ميه خالص، او بتستخدموا اللبن اللي هو خالي الدسم او قليل الدسم، يعني فده هو لوحده كده خليط عليه ميه، لانه بيبقى خفيف، فتعجنوه كله باللبن. ممكن اول رغيف معاكم ما يظبطش، بس انتوا هتعرفوا بعد كده النار المناسبه معاكم علشان العيش يطلع مظبوط جدا.
بصوا انا عجبني العيش كله هو بيتنفخ، عشان كده وريتكم كذا واحد، لانه كان شكله فعلا حلو قوي. ده بقى كل الكميه اللي عندي. ان شاء الله يعجبكم العيش ده، ولو جربتوا اي واحد فيهم يا ريت تقولي لي في التعليقات، واكتر واحد عجبكم الابيض ولا الاسمر. بصوا من جوه عامل ازاي وتحفه، وهيعجبكم جدا ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.